أهلا بيكم في قناتي قناة تجارب شوشتة. النهاردة هنجرب أشهر محل حلواني في مصر، هو حلواني مندرين كويدر. تعالوا نشوف أنا جبت إيه عشان نجربه مع بعض. جبت بسبوسة وجلاش بالمهلبية وكمان المدلعة اللي الناس كلها بقت بتحبها جدا، وجبت كمان حاجات تانية. بس قبل ما ابدأ الفيديو معاكم ما تنسوش تدعموني وتحطوا لايك وتشتركوا في القناة، ويلا نشوف باقي الحاجات اللي انا جبتها. جبت طبعا بسكوت او بسكوت العيد. انا بصراحة ما كنتش مشجعة ان انا اجيبه، بس قلت اجيبه واجربه معاكم. زي ما انتم شايفين شكله غريب، مش الشكل اللي احنا متعودين عليه. وجبت كمان بديفور بالشوكولاتة وعليه مكسرات لوز وعين جمل، وبصراحة شكله يشهي يا جماعة. بجد انا بعشق البيديفور، واكيد ناس كتير بتحب البيديفور، وانا دلوقتي متحمسه جدا جدا ان انا ادوقه. عايزه اقول لكم ان طعمه خرافي 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 واو! بجد. الشوكولاته طعمها جامد جدا. البسكوت يعني البيديفور اللي جوه بيدوب كده، السكر مظبوط. ده احلى بيديفور دقته في حياتي بصراحة. بديفور مفهوش ولا غلطة، هقيمه يا جماعة 10 من 10. هو يستاهل أكتر من كده بكتير، بس بجد بديفور خطير. تعالوا يلا ندوق اللي بعده، وهندوق البسكوت اللي شكله كيوت ده. وبصراحة مش عارفة هيطلع حلو ولا وحش، بس يلا ندوق ونشوف طعمه وحش ولا حلو ونقيمه مع بعض. بجد يا جماعة أنا اتصدمت وانبهرت واتفاجئت. البسكوت طلع طعمه رهيب، السكر مظبوط بيدوب في البق دوب. يعني ده تقريبا برضو أحلى بسكوت أدوقه في حياتي. فما تزعلوش بقى إن أنا هقول برضو 10 من 10، وإن أنا هقيمه يعني بأعلى درجة ممكن تتخيلوها. بصراحة بسكوت ما دقتش زيه، طعمه جامد جدا. يلا ندخل على الحلويات الشرقية وندخل على حبيبة الجماهير، وطبعا البسبوسة. دقت بقى البسبوسة يا جماعة، بصراحة كانت حلوة قوي. طعم السمنة كده اللي هو حاططها جميلة. الحاجة مخدومة، الخامات ممتازة. السكر بس كان عالي شوية، بس يا جماعة الخامات بتاعته جميلة جدا. البسبوسة برضو عجبتني، فهديها 9.5 من 10 عشان خاطر مسكرة زيادة. ندخل بقى على الجلاش. أنا بصراحة مش بحب الجلاش، بس باحب أي حاجة فيها كريمة أو مهلبية. دُقته بقى يا جماعة، والله يا جماعة بجد أنا حبيت الجلاش بسبب القطعة دي. بصراحة طعمه تحفة. الجلاش كان مسكّر، المهلبية ما كانتش مسكّرة، فكان عاملين معادلة مع بعض كده. بصراحة دي بقى هتاخد يعني 100 من 10. يعني الجلاش اللي بالمهلبية ده 100 من 10. ندخل بقى على المدلعة اللي كانت عاملة قلق وضجة كده في مصر كلها. بصراحة أول مرة أعرف إن مندرين كودر بيعمل مدلعة. دقتها بقى يا جماعة. بصوا هي كانت مسكرة شوية. الكراميل كان كتير بسبب الكراميل. هي طبقة الجلاش وطبقة البسبوسة والكريمة فيها كانت ممتازة، بس الكراميل كان كتير قوي. فهديله 8 من 10 عشان الكراميل كتير ومسكرة، بس بصراحة كمدلعة حلوة 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 يعني. فبصراحة مندرين كويدر ممتاز يا جماعة، وأنا حبيته جدا. واكتبوا لي رأيكم في التعليقات.